فاكرين من سنة فاتت وانا بقول لكم ميدو خرابة المسؤولين في البلد بيعدوه عشان يكون بديلا للمعزول او كومبارس للمعزول او استبن للمعزول في حال وفاته او في حال ان هو ما بقاش موجود في المشهد الرياضي نهائي. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ميدو خرابة بيتكلم وكأنه أصبح رئيسا لنادي الزمالك، بيقول أنا هقعد مع وزير الرياضة، هنبحث شؤون نادي الزمالك، هحط له خارطة الطريق وهو ينفذها. ميدو خرابة بيتكلم كأنه مسؤول كبير في نادي الزمالك، ولكن هذا لا يعنينا. الدولة لما دورت على شخص مقارب شخصيته لمرتضى منصور لقيوا كل المواصفات تنطبق على ميدو خرابة. لسانه طويل، غلاط، بيسمع الكلام، بيقول حاضر ونعم وسمعنا وأطعنا، بيستك على الأهلي بيستك على الأهلي، لا دافع عن جمهور النادي الأهلي دافع عن جمهور النادي الأهلي. فهو أداة في إيد المسؤولين، وهو بيعد الآن ليكون بديلا لمرتضى منصور. والإخوة المحترمين اللي بيقولوا لي ده هو مش معاه مؤهل، ده في اسبوع يا فندم يروحوا للجامعة المفتوحة يقولوا احنا عايزين شهادة ان ميدو خرابة حاصل على بكالوريوس تجارة، بكالوريوس هندسة، ليسانس اداب، ليسانس حقوق، يدوها له على طول وهو واقف قشطة، يعني كله بحسابه. ولكن بقى ميدو خرابة طالع بيقول عيب على واحد من الاهلاويه، او عيب على اشخاص من الاهلي، او اشخاص تنتمي للاهلي، او اعلاميين ينتموا للاهلي يقولوا ان مفيش مشكله ان احنا نتفاوض مع فتوح او زيزو ويجوا للنادي الاهلي. بقول لهم عيب واحترموا نفسكم، بقول لهم عيب واحترموا نفسكم. طيب انا ردي اللي هيوجعه بعد ما حضراتكم تسمعوا كلام ميدو خرابة وترجعوا لي مرة أخرى. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. ويبقى اقول لحضرتك خد بالك ان اللايك بتاعك هو اللي بيعلي الفيديو لفوق خالص، بيخلي الفيديو ده يتشاف لعدد كبير من الاهلاويه. لو شفت الفيديو وما علقتش عليه او عملت لايك او شير، ثق تماما ان احنا اكننا بنكلم نفسنا. فاللايك بتاعك ده اهم حاجه واهم عنصر حضرتك ان انت تنشر الفيديو. وما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي واختي الاهلاويه المحترمه ان انا سايب لكم لينك القناه البديله بتاعتنا الاهلاويه على اليوتيوب 2. دي عاملينها مخصوص عشان تحسبا لو دي لا قدر الله حصل لها اي حاجه. 39,000 عايزين نكبرها بفضل الله، ثم فضلكم برضو تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات. اسف جدا للاطاله، تعالوا نطلع ونسمع ميدو خرابه في فيديو قصير مكير، وتعالوا لي تاني عشان انا عندي رد هيخرسه تماما. يلا بينا. تعبنا كل الزملكاويه تعبوا من اللي بيحصل، وبجد يعني انا الفتره اللي فاتت انا شغلت جوه الزمالك بكل حاجه اقدر عليها عشان ده خاطر المكان اللي انا جبت منه يعني. لكن بصراحه الموقف كان صعب جدا جدا جدا، والامور كانت صعبه جدا. لازم يبقى في حل، ولازم احنا عارفين ايه هي خريطه الانقاذ. انا بره مصر، واول لما انزل مصر هروح اقابل سياده الوزير الدكتور اشرف ان شاء الله، اروح افهمه واقعد معاه واقول له ايه هي خريطه الانقاذ. طب ليه لا يا كابتن ميدو بعد ما تقفل معاه او بكره ان شاء الله كل ما وقتك تسمع برضه تتواصل مع الوزير؟ يا عباس، الزمالك مش محتاج دلوقتي منظره. في ناس كتير جدا بتوع منظره. لا انا عارف مش منهم يا امين. لا انا اكيد مش منهم، انا طبعا الحمد لله طبعا. لكن في ناس بتوع منظره وفي ناس بتوع كلام، الزمالك مش محتاج كلام الله، الزمالك محتاج ابنائه يقفوا جنبه، محتاج ابنائه يقفوا جنبه بجد، مش كلام وخلاص. فيعني لما ارجع مصر ان شاء الله اروح اقابل سياده الوزير، ولكن مبدئيا بطمن جمهور الزمالك الامور متنظمه بشكل كويس رغم الصعوبات الكبيره. احنا الحمد لله دلوقتي في قطاع كره القدم يعني الناشئين احنا يعني عاملين خطه كويسه لكل فرق القطاع ان شاء الله بالطريق اللي احنا راسمينه. واول لما كان ان شاء الله اقعد مع سياده الوزير وبطمن جمهور الزمالك ما تقلقوش على الزمالك ان شاء الله الزمالك بيمر بمرحله صعبه جدا ان شاء الله باذن الله بفضل ابنائه هيقدر ان هو يرجع تاني ويرفع رجليه مره ثانيه. كابتن ميدو، هل الحل في رحيل احمد سيد زيزو هو المردود المادي الكبير من وراء صفقته الى الدوري السعودي، ولا انت شايف ان رحيل زيزو متأثر فنيا على يعني تكوين الزمالك؟ زيزو مش هيمشي من الزمالك. زيزو يعني القيد موقوف. زيزو لعيب مهم جدا للنادي. زيزو
واحسن لعيب في مصر ومش هيمشي من الزمالك، واحنا هنحارب اي حد يحاول يمشي من الزمالك. ميدو مش للبيع، ميدو لعيب مهم جدا، يعني في الوقت ده صعب جدا ان هو يمشي من النادي، واي حد هيجي يقعد على كرسي في منصب في نادي الزمالك لازم يفهم ان زيزو مهما كانت الضغوط ومهما اي حد حاول، زيزو مش للبيع. طب فتوح، هو التجديد لفتوح ايضا لاستقرار فريق نادي الزمالك؟ لسه ملف فتوح، يعني ملف فتوح وملف صبحي شغالين عليه بشكل كويس. انا بصراحه يعني بشوف ناس بتنتمي للنادي الاهلي وبعض الاعلاميين اللي بينتموا للنادي الاهلي بيحاولوا ينكشوا في موضوع فتوح، يعني بينكشوا فيه وبقول لهم ايه، الزمالك بيمر بمرحله صعبه، ما ينفعش وما يصحش ابدا الكلام اللي انتوا بتعملوه ده. من الفروسيه والشهامه ما يحصلش كده. لا يعني يعني انت في الاخر انت ممكن تقول ان احنا ده الاحتراف وده كذا وبتاع، بقول لهم عيب، احترموا نفسكم، عيب. الزمالك بيمر بمرحله صعبه، واحنا يعني كلنا بنحارب ان الزمالك يقف على رجليه مره ثانيه، والناس اللي هي بتحاول ان هي تكسب النقط عند الجمهور بكلام يعني ما ينفعش ان هو يتقال. ميدو اسمح لي معلش، يعني اسمح لي يا ميدو، انت يعني من امبارح والازمه شغاله وده حديث الصباح والمساء والترند، اول مره اشوف حد زملكاوي يطلع يتكلم بقلب، مش عشان برضه اقول ان احنا زملاء واحنا نعرف بعض او انت، لا فعلا من القلب للقلب وللاخلاص للزمالك. ده بيتي يا عباس. انا راجل بخدم الزمالك، انا كل يوم وانا موجود في القاهره بروح بصحى الصبح اروح النادي. ده بيتي بخدمه، وربنا يعلم احنا بنعمل ده عشان خاطر النادي، وده على فكره مش حاجه ان احنا بنتفاخر بيها. لا مش محتاجه يا ميدو، انا عارف مش محتاجه. ده واجب علينا، لكن يعني ما ينفعش ان الزمالك يبقى بيمر بالفتره دي وتلاقي ناس طالعه بتقول لك في التلفزيون ايه يعني، والاحترافات تقول ان فتوح وزيزو وان ممكن نتفاوض معاهم والكلام ده. بقول لهم عيب، احترموا نفسكم. الموقف اللي فيه الزمالك ما يستحملش الكلام ده، حتى لو انت عايز تعمل مجلس اداره الاهلي عشان خاطر ليك اجنده معاهم، عيب احترموا نفسكم. العالم احمد حسام ميدو، استمتع باجازتك وترجع. زي ما قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا قبل كده، والناس اللي متابعاني هيفتكروا الكلام ده، لان الكلام اللي انا قلته ده انا الوحيد اللي قلته بناء على رؤيه وبناء على بعض المعلومات ان ميدو خرابة بيجهز ليكون بديلا، ممكن مش السنه دي، ممكن مش السنه الجايه، ولكن ميدو خرابة عايزينه يتدرج في المناصب ليكون رئيسا لنادي الزمالك عشان يكون اداه في ايد الدوله، تحارب ده، تخبط في ده، تعمل في ده، يبقى بديلا لمرتضى منصور. وشخصيه جدليه زي ما حضراتكم عارفين، وهذا شأنهم. لكن ميدو خرابة اللي طالع بيقول عيب لما الاعلاميين يقولوا كذا او عيب من، طب هو مش عيب يا ميدو يا خرابة انت تروح تتفاوض مع محمد شريف؟ عيب ولا مش عيب؟ طب مش عيب يا ميدو يا خرابة ان انت تروح لرضا سليم اللي النادي الاهلي بيفاوضه بيشتغل معاه وخلاص وقع معاه، تروح تتصل بعديله او تتصل بالوكيل بتاعه تقول له تعالى يا راجل، ده انت عندك تسريب فضيحه يا راجل، تقول له تعالى ده احنا عندنا النادي الزمالك 10/10 لعب وفن وهندسه، انت مش هتاخد قد ما هتاخد في الاهلي، بس انت هتستمتع باللعب، الجمهور هيحييك، بعكس جمهور النادي الاهلي ممكن تبقى واخد بطوله ويشتمك. فاكر؟ يعني هنا مش عيب ان يقول لك في العلن ان من حق النادي الاهلي يفاوض اي حد من نادي الزمالك، لكن اللي انت عملته ده مش عيب؟ مش عيب ان انت تفاوض محمد شريف؟ مش عيب ان انت تفاوض رضا سليم؟ يا راجل اتقي الله، خلي عندك شوية احترام لنفسك، سيبك من الناس اللي بتسمعك، احترم نفسك عشان انا احترمك. لو انت ما احترمتش نفسك وقلت شيء فيه مصداقية، انا هحترمك ازاي؟ لو انا قلت كلمة ونقدها شيء وعكسه، يا راجل الانسان بيعرف من لسانه ومن كلمته. بتنتقد الاخرين وبتلوم على الاخرين ان هم بيعلنوا ان من حق النادي الاهلي يتفاوض مع اي لاعب من نادي الزمالك، وانت رايح تتفاوض مع لعيبه على قوام النادي الاهلي ومنهم لاعب النادي الاهلي خلصه. يا راجل اتقي الله. انا قلت لكم الدوله مش هتسيب النادي الاهلي في حاله، انا عارف من زمان قوي، من بدري. لو ما فيش مرتضى هيحط واحد زي مرتضى، بديل مرتضى. المؤسسه الناجحه الوحيده في مصر بعد المؤسسه العسكريه هي النادي الاهلي. المؤسسة اللي بتدر ربح للدولة هي النادي الأهلي. المؤسسة اللي رفع راية مصر وعلم مصر عاليا هو النادي الأهلي. ومع ذلك المسؤولين الزملكاوية في الدولة مش معجبهم هذا الأمر،
مش عيب رئيس الجمهوريه يبقى زملكاوي، مش عيب ابنه يبقى زملكاوي، مش عيب كامل الوزير يبقى زملكاوي، مش عيب وزير رئيس الوزراء يبقى زملكاوي، مش عيب اشرف صبحي يبقى زملكاوي، مش عيب جمال علام يبقى زملكاوي، مش عيب اسمه ايه ده بتاع الاعلام يبقى زملكاوي، وكرم جبر يبقى زملكاوي، واتحاد الكره يبقى زملكاوي. مش عيب ان انتوا تبقوا زملكاويه، لكن العيب ان انتوا عايزين بالعافيه تنجحوا الفاشلين وتحاربوا الناجح الوحيد في البلد. حاول تنجح ده بس ما تفشلش ده. لما واحد يبقى عنده ابنين، واحد فاشل وواحد ناجح، يحارب الناجح عشان ينجح الفاشل؟ بالعكس، ده انت تقول للفاشل اتعلم من النادي الاهلي، خليك شايف النادي الاهلي قدامك، اعمل زي النادي الاهلي ما بيعمل، ما تجيبش سيرته، ما تقلش ادبك عليه، اشتغل في صمت، شوف الناس بتوع مصالحها واطردها بره النادي، هزاز الديول وطردهم من القناه، الناس اللي بتاعت مصلحتها اطردهم. يعني الافندي اللي بيتكلم ده هو اللي غرق مرتضى منصور، هو وامير، الاثنين غرقوا نادي الزمالك وغرقوا مرتضى، ومرتضى غرق الزمالك. ومع ذلك ميدو طالع بيقول انا هقعد مع الوزير. تقعد مع الوزير بمناسبة ايه؟ حضرتك شغال ايه؟ ايه منصبك في الدولة عشان تقعد مع الوزير؟ انا شغال اعلامي اروح اقعد مع وزير؟ ولا الدولة عايزة كده؟ ولا مرتضى قال لك على موضوع السويس فانت رايح تقول للوزير لو ما عملتش اللي انا بقول لك عليه هحكي على موضوع السويس؟ ما خلاص بقت تركة فاسدة وبتورثوها لبعض. ولكن احنا متمسكين بآرائنا ما بنغيرهاش. لكن يا ميدو لما تيجي تدينا نصايح ما يبقاش تاريخك كله فضايح، لما تيجي تحدف الناس بالطوب ما يبقاش بيتك من ازاز مشرخ، لازم تبقى واقف على ارضيه صلبه وبتتكلم من خلال تاريخك. يا راجل انا لو دخلت على اليوتيوب وعملت سيرش على اي حاجه هلاقي فضايح ليك، فما ينفعش يا ميدو يبقى تاريخك كله فضايح وتيجي تدي الاعلاميين والاهلاويه نصايح. فوق وبلاش انت تعمل الغلط وتيجي تدعي الفضيلة وتدعي الشرف وتدعي النزاهة. ما ينفعش. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مرة تشوفني، اول مرة تخش قناتي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم، قناة كل الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.